جوزي بيأجرني لاصحابه. ها ازاي ده يعني؟ هو والله ما لها اعتراض والحمد لله يا رب. بس يعني اوحش حاجه حصلت في الدنيا ان ابويا وامي اتجوزوا. اكيد عشان خلفوكي. اجمد منه؟ انت اجمد من محمد رمضان؟ انت مش شايفه عضلاته مقويه قلبه ازاي؟ انا كارته. ده انا عامله شعري بتاع ايه يا بنتي؟ ده ما بيتحركش، ده هو انت نزلتيه يبقى عامل زي المقشه. كارت والله العظيم، واللي قال لك كارت كده بيكرمك. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ايه الاخبار؟ ما اتاخرتش زي كل مره عشان تعرفوا بس انتوا ازاي غاليين عندي. نخش على اللي معانا يلا. مين قالك ان الراجل لما بيسأل سؤال انت هتعملي ايه لو انا مريت بفترة مادية صعبة انه بيبقى عايز اجابة انا هديك فلوس من معايا او من شغلي او هساعدك ماديا؟ لا لا كفي نفسك يا اما، كفي نفسك يا حبيبتي. ما هو عرف يجيب فلوس قبل كده فهيعرف يجيب فلوس بعد كده، انما هو محتاج اجابة تانية خالص. انا في ظهرك يا حبيبي، هفضل معاك واكمل معاك عادي زي ما كان ربنا مسهلها وكانت الحياة كانت يسر، هقف معاك في العسر. انما افك واخلع هو بعد كده مش هيبقى باقي عليكي اصلا يعني. بالعكس خالص، هو بيبقى عايز اجابة ايوه انا هكون واقفة معاك ومش هسيبك في لحظاتك الحلوة ولحظاتك الوحشة، وهكون مساعداك نفسيا زي ما انت بتقولي. هو ده كل اللي محتاجه، وانا بتكلم على الراجل اللي بجد. واحنا برضو بنتكلم على الست اللي بجد، مش اللي حافظه كلمتين وجاي تقولهم. ما هو حلو الكلام لكن الفعل زيرو، ما استفدناش حاجه، ويا اكترهم اللي بيتكلموا. انا جوزي بيأجرني لاصحابه. ها ازاي ده يعني؟ كل يوم الساعه 7 المغرب بيروح ويقول لي جهزي نفسك عشان جاي لنا ضيوف، وانا جاهز البيت واجهز نفسي، والاقيه جايب صحابه وبياخد من كل واحد الفلوس ويقول لي خشي، وانا اقول لهم لا، واقول لجوزي لا، ويضربني ويهني ويدخلوني عافيه. بيتكسروا عليا وبيخلي صحابه بيعتدوا عليا. طب ما في محاكم اسره، ما في قضاء، في قانون، البلد مش سايبه. ايه انا مش يعني سبتي كل الحياه ورايحه في السوشيال ميديا تشتكي على اساس بقى ان احنا نبقى ستر وغطا؟ ده المتغطي بالسوشيال ميديا عريان والله العظيم. ده مش راجل ولا يعرف حاجه عن الرجوله. طب مكمله معاه ليه طيب طالما انت عارفه ان هو مش راجل ولا يعرف حاجه عن الرجوله؟ ما انا مش فاهم. انا عرفت من نفسي، انا اهلي ميتين، انا يتيمه. بس في ربنا موجود، ده لو انت عايزه تحل تمام. هو انا علشان يتيمه بيتعمل في ايه كده؟ لا عشان رخيص، عشان قبلتي بالوضع. انا يتيمه ما عنديش حد اروح له، فكرت انهي حياتي، اصل دي مش عيشه. طب لو مشيت وسبته هروح فين؟ انا مش بشتغل، انا ما معيش شهاده عشان اشتغل بيها. ارجوكوا قولوا لي اعمل ايه؟ انهي حياتي وابقى كافره؟ يعني كده حلوه وانت لا مؤاخذه؟ ما اعرفش انا مش عايز اعرف. واكيد حد هيجي يقول لي مثلا ايه يعني لا خليك رؤوف بالحاله. طب انا هعمل ايه؟ مش عايز ارد عليهم اقول لهم ايه يعني؟ مش فاهم. انا عرفت منه ومن بيتي وعرفت من الناس كلها ده مش راجل ولا يستحق انه يكون راجل. برضه يعني مش احنا اللي متجوزين ولا احنا اللي وقفنا قدام العالم كله عشان خاطر نقول هو ده اللي حلو. ما اعرفش بقى. طبعا انتوا سمعتوا مشكله البنت دي، مشكله بنت. طبعا انتوا سمعتوا القصه وبصراحه انا ما عنديش كلام اقوله المره دي، انتوا اللي هتقولوا في الكومنتات مش انا. والله العظيم ولا احنا كمان عندنا كلام نقوله. مش عارف، الرخص ليه ناسه، وحتى لو كانت مجبره في حاجه اسمها قانون وقضاء. اللي عايز يعيش من الاخر نظيف بيعيش نظيف، ربنا ما بينساش عباده. فما حدش يقنعني ان الطريق ده هو الوحيد اللي كان موجود وانا ما عنديش اختيارات. لا ربنا مديك عقل عشان تختار بيه، مش كفته وبعد كده نقول يا ريتنا. يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اولا ثانيا حد يروح يولد، انت رايحه تولدي تاكلي فسيخ، ده يرضي ربنا؟ يعني تولد على معده فاضيه؟ لازم نفسخ عشان خاطر يعني الدكتور يتقرف من ريحتها فيطلع بره اوضه العمليات اصلا. بطل يا فرفره يا عايز ايه؟ فرفره؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ اسوق ازاي دلوقتي؟ انت مشكلتك في السواقه؟ ده انا هم على الدكتور والله اللي هيولدها. يا نهار ريحه عفانه ونتانه. ما تسوق انت، تسوق بالفسيخه ياض يا ممحون ياض، اركب يا لا انت لو ركبت جنبها انت هتتعمي يا صاحبي والله. يعني انت والدكتور هيدعي عليك كمان. اركب ياض وسوق ياض واتجدعن، اركب ياض وامشي. طب انا ذنبي ايه طيب في اللي بيحصل ده كله؟ انا مالي؟ اروح اولد وانا نفسي فيه يعني؟ انا عارف يا اختي. لا طبعا كولي بالهنا والشفا مطرح ما يسري يجري. هو والله ما لها اعتراض والحمد لله يا رب. بس يعني اوحش حاجه حصلت في الدنيا ان ابويا وامي اتجوزوا. اكيد عشان خلفوكي. يا بنتي حرام
وحياة بيت اهلي فتحت لنا كل حاجه، امي وابويا وامي وابويا. والله العظيم دي اكتر حاجه غلط في الدنيا تمت، سواء بقى ان ابويا كان صاحب خالي ولا ان امي مش عارف ايه. والله اكتر دي حقيقه شفتي والله دي حقيقه يعني، ورب الكعبه اكتر حاجه في الدنيا حصلت غلط ان هما الاثنين الغلطه اتجوزوا. الوحيده في حياتي اللي عملتها الجوازه دي. صح، انا مش هتنيها للحاج. احنا عندنا سوزي نسختين، النسخه على نضيف شويه مش قوي يعني، على نضيف شويه اللي هي دي، وسوزي طبعا يعني الاثنين اسرار بيتهم بره. ابويا وده ايه دي مش فاهم. ماشي، ده نوع من انواع العسل طبعا صح، او الكوميديا الغير مفهومه. بيجري ورا الستات، اعمل ايه؟ جوزك بيجري ورا الستات، تعملي ايه؟ بسيطه يا مدام، قلت لك قبل كده بس انتي بتنسي. جوزك بيجري يا ماهينار. يعني ايه بيجري؟ من فعل، ها خلوها يجري. برافو عليكي. بيجري من فعل يجري. الله اكبر. صح يا فنان صح. يجري يركض يعني رياضي. جوزك رياضي يا ماهينار. افرح يا ماهينار، جوزك رياضي. افرح يا ماهينار. صح، برافو عليك يا ياسمين، والله لفتها لفه لو واحد طبيعي ما هيعرف يلفها كده. دي حطيتها في الزاويه يا بنت اللعيبه. يا جماعه انا بعتذر لمراتي قدام الناس كلها عشان انا اتجوزت عليها واحده تانية في الحلم بتاعها. انت غلطان برضه يا صاحبي، يعني ازاي هي تحلم بيك وانت بتخونها؟ يعني مش فاهم، وعايز تعدي كده الحلم عادي؟ اخص عليك يا اخي. بمناسبه الصيف اللي احنا فيه، بمناسبه انتهاء فتره تخفيف الاحمال، بتفكريش كده يا لوزة تخففي الأحمال عن الراجل؟ حتة البسبوسة اللي جنبك دي. لا ازاي؟ لازم تكئبه، لازم تعاند، ولازم تكابر، ولازم تقرف الواحد، لازم، ولا ما تبقاش أنثى. قطعة الجاتوه بالكريمة اللي قاعد جنبك ده إنتاج محلات لو كارنفال. الله يخليكي ويصلح حالك يا رب يا أستاذة ياسمين. قولي لهم يكش يطمر. هو قاعد كده، قولي له كده، قولي له كلمة حلوة. لا مش عايزين كلام حلو، احنا عايزين نسمع الكلام بس. الموضوع مش صعب، بس مين يسمع بقى، مين يفهم. انما ايه، لا لازم نخرب بيتنا بايدينا، لازم والله العظيم، عشان خاطر حاجات تافهه وبسيطه يعني، بس هو كده لازم. بصوا انا مش هزعل، انا جايه لكم وجايه اقول لكم ان انا جبت الشهاده. انا مش زعلانه عشان انا ما تعبتش، ولولا الظروف اللي حصلت هي اللي خلتني ان انا ما اعرفش اذاكر خالص السنه دي. قلت اعمل اللي عليا واروح امتحن. ايه اللي حصل؟ مش فاهم. قصتك مع طارق حصل ايه؟ شتمتك لابوكي؟ ما حصل، مش فاهم. هنعلق بقى ايه الفشل على مش شماعه؟ انت ما عندكش شماعه، انت عندك علقه اخرك. شقتي ولعت وحصل عندي مشاكل ايام الدراسه. المهم انا جبت الشهاده. وطبعا جبت كحك، فجايه طبعا تبشرينا تقول لنا ان انت سقطتي. يا سلام. انا حاطط لكم مجموعي. انا رنيت على امي وقلت لها افرحي، قالت لي، قلت لها ست انا يا جماعه جايبه 138 من 410، يعني 30% بمجهودي بدون غش، بمجهودي. عشان مفتخر عليه، انا مش فاهم. هي دي اللي بالنسبه لكم قدوه؟ طبعا مش للناس الكبيره، للاطفال الصغيره. هي دي اللي بتطلعوها في المسلسلات والافلام ومش عارف الشارع اللي وراه الكلام ده، هي دي. الله، ده احنا المفروض نخرس، ما بنتكلمش، ما نفتحش بقنا اصلا. ده كتر خير الدنيا يا سوزي والله. طبعا بيتها ولع من يجي 7-8 شهور، واخدين بالكم؟ خناقه ابوها من يجي 4-6 شهور كده يعني. هي بقى جايه في الامتحانات ما عرفتش تذاكر عشان خاطر بيتها اللي ولع. اي كلام ماشي. احنا عندنا صور عايزين نعرضها ونشوف تعليقك على الصور دي ايه. نمبر 1 اجمد منه. ايه والله نضارتك مقوياك، وحد يلبس نضاره في بلاتو ولا في مكان؟ انت ايه يا ابني ده؟ مفيش شمس يا ابني. اجمد منه؟ انت اجمد من محمد رمضان؟ انت مش شايف عضلاته مقويه قلبه ازاي؟ ايه المشكله؟ انا بشوف نفسي احسن واحد. انت تقول لي يا فنان؟ طبعا ده فنان تنين ده. ايوه، ما كل واحد بيشوف نفسه، ما ممكن ما تبقاش. هو فنان ونجم وكل حاجه وانا أيوة، بحبه. محمد ممثل كويس جدا. طبعا ممثل. انت شايف كويس نفسك جداً. اجمد منه؟ طبيعي اشوف نفسي دايما احسن حاجه. لا بس انت مصنف نفسك وانت شايف ان المجهود اللي انت عملته او ان تمثيلك اجمد من محمد رمضان؟ تمثيل ايه مع حضرتك؟ ما مش فاكر له حاجه، ده حتى ما شفتوش بالصدفه في التلفزيون. يمكن كروان مشاكل مثل اكتر منه. ممثل فين ده؟ انا ما شفتوش غير مع هدير وهم بيعملوا تيك توك مع بعض والفرح والحاجات الفيستك دي بس. ما اعرفش حاجه تانية بقى. ان شاء الله هيبان ده قدام الناس، مش هسبق في الكلام، هيبان ربع ثقتك. انا عايزه ربع ثقتك. والله تمن ثقته، والواحد يزلزل الدنيا دي كلها. الكراش بتاعي احمد عز اوسم منه. ايه؟ ولا حمدي، وده طالع يعمل ايه في التلفزيون؟ انا مش فاهم يعني. ده ايه يعني ايه تصنيفه؟ التيك توكر عقله الصباع
في كلمه تانية كانت هتطلع بس يعني لا يعني ايه اجمد واحد بيعمل ليبسينج على الفيديوهات يا ابني. انا لما شفت دماغك افتكرتها دومه. ده بقى اجدع منه. انت اصلا ما حصلتش كلوتو، انا اسف يعني يا ابني، ده واحد تاريخ. انت يعني ما حصلتش، لا مؤاخذه اقول لك ايه يعني، انا اجيب لك ايه والله العظيم منديل حد مبربر فيه حرفيا. انت كده اجدع من مين؟ مين ده جايب صفته ايه؟ انا مش فاهم يعني. انتوا لقيتوه كده معدي تقولوا تعالى نصور نعمل حلقه. اجدع من احمد يعني؟ السقا اجدع من احمد ولا انت اجدع من السقا؟ لا انا اجدع منه. لا ما هو واضح فعلا، ونخوه ما شاء الله، الله اكبر عليه يعني. انتوا شفتوش النخوه؟ ارجعوا للفيديوهات اللي على التيك توك، نخوه يعني. لا انا بقول نخوه مش حاجه تانية. ها انت اجدع من السقا؟ هو بيضحك يعني، حتى هو مش مصدق والله العظيم. كداب في اصل طيبه قلبه ده. وبعدين مين ده عشان خاطر يقيم الناس؟ انا مش فاهم مين ده. انا كارته، ده انا عامله شعري بتاع ايه يا بنتي؟ ده ما بيتحركش، ده هو انت نزلتيه يبقى عامل زي المقشه. كارت والله العظيم، واللي قال لك كارت كده بيكرمك. عامله شعري باسمه يا ابويا بفاتكه يا بنت الكلب. الله على معامله المتابعين. يا لهوي ايه ده يعني؟ هو اي حد بيستعمل فاتيكا خلاص كده بقى شعره حرير؟ الرك على الاصل. قال انا كارته. ده انا الناس كانت بتحط في ايدي كده وانا صغيره سكر ويلحسوه كده عشان ولادهم يطلعوا شبهي وحلاوتهم زيي. اكيد دلوقتي بيلعنوا الخلفه الوسخ اكيد. كان في حد داخل بيسالني بيقول لي انت مرتبطه؟ والله ضحكت. انا اعوذ بالله من كلمه انا يعني، اولا مش مرتبطه تمام. انا الست اللي بيقولوا عليها او اللي المجتمع بيخاف منها تمام، او بيخاف من اللقب بتاعها لقب المطلقه. لا المجتمع ما بيخافش من كلمه مطلقه ولا حاجه، والدليل على كده ان في مطلقات كتيره جدا بيتجوزوا بعد ما بيطلقوا عادي جدا. لكن احنا بقى ما بنحبش الاندبند ندخر على زفت على دماغها، عشان في ناس بتزعل من الكلمه دي. احنا ما بنطقهاش والله، ما بتنزلناش من هنا والله، لان هي بعد ما بتلاقي الشخص وتحبه خلاص بقى بلا اندبند بلا زفت، بترجع لاصلها الانثى. فدي بتبقى الحورتجيه اللي موجوده في قلب السوشيال ميديا. عارفين اللقب ده عامل بعبع لناس كتير قوي. لا والله خالص عادي جدا، مفيش اي مشكله. على الاقل مطلقه ممكن تكون بتشتغل على عيالها، بتجيب لهم مصاريفهم، شغاله عامله زي النحله. انت ما حكمتش على ظروفها يا عم عشان تعرف هي حلوه ولا وحشه. ما اعرفش ليه، بس انا ام ومطلقه. بس احب اقول لكم مطلقه ست مش وحشه، مطلقه ست ب 100 راجل. الحاجة الوحشة الوحيدة بس اللي ممكن تلاقيها في الست اللي ممكن تؤدي إلى الطلاق العناد، أو اللي هي تبقى عاملة راسها براس الراجل. ده غير صحيح إطلاقا يعني. هي لو بتفكر في كده فعلا دي حلال فيها الطلاق، لأن العناد ما بيولدش العناد، والعيشة بتبقى صعبة جدا. فنصيحة لو لقيت واحدة عنيدة يا باشا اهرب اخلع، لان مش هتعرف تتاقلم معاها. والعند في الست وحش، مش حلو، مش كويس. بس كده يا جدعان، ده كمان النهارده. احلى مسا عليكم، اشوفكم على خير، سلام.